سلام البنات، مرحبا بكم في القناة شيوات الحاجة رشيدة. اليوم غنشارك معكم حرشة ديال الدار غنصايبوها، تتجي رائعة ومميزة. عندنا 500 غرام ديال السميدة رقيقة، وغتخرج لينا عندي 22 حبة ديال الحرشة اللي تتجي رائعة ومميزة. عندي هنا الحرشة الرقيقة ديال الحلوى، عندي السنيدة، عندي الزيت، الخميرة، الفاني، الملحة، وعندي النافع، وعندي الحليب. صافي هادو هما المكونات اللي تيخرجوا لينا واحد الكمية اللي كثيرة. هنا أول حاجة البنات باش تنجح معاكم تنديروا النواشف هما الأولين. كنديروا قبيصة ديال الملحة في داك المسكل تاع السميدة، خمارة ديال الحلوى وفانيا، وغنديروا شوية ديال النافع. الناس اللي ما تيبغوش النافع يقدروا يخليو غير الفاني، ولا ينكهوا بالحامض، قشرة ديال الحامض ولا قشرة ديال الليمون. يعني ولا روح ديال الفاني، روح ديال المزهر. غير هو بالنافع تيجي زوين، يعني النافع تيبقى اختياري. نخلطوا النواشف كيف تتشوفوا السنيده، ومن بعد تنزيدوا الزيت، هذاك نص كاس تاع الزيت ونص كاس تاع السنيده ديال الكاس ديال العنبه. باش تنجح معكم البنات الحرشه وتجيكم رطبه وتديروها تتفرتت نتوما غتشوفوا القوام ديالها في الفيديو، خاصنا ضروري هذيك السميده نبسبسوها كامله بالزيت. يعني خاص الزيت كامل يدخل لينا دوك الحبيبات ديال السميده باش تنجح معاكم. صافي تنزيدوا الحليب بارد وتنبداو نخلطوا. باش تاني تنجح معاكم البنات الحرشه، باش ما تجيكمش مشقه وقاصحه وتجيكم هشيشه، خاصنا القوام يكون يعني خفيف، وتنخليوها ترتاح واحد 5 دقائق غير عاد باش نبداو نخدموا فيها ونشكلوا فيها. هنايا كيف تشوفوا انا خففتها وتنبقى ندور فيها وباش تزيد ترطاب ليا مزيان وتتشرب. هنايا تنخلط فيها وغنخليها ترتاح واحد 5 دقائق، وغادي ندوزو نصايبو فيها. هنايا عندي هاد الغلاقات، تحتاجوا اي نوع ديال الغليق تيكون عندكم صغيورين، كاين صغر من هذا الحجم وكاين كبر من هذا الحجم. كيف شفتوا الحرشه ديالنا راه نقصات في الفزويه ديالها ولكن باقا خفيفه. يعني تنحاولوا ندوروا فيها غير بواحد الصعوبه شي شويه، ولكن هي هنا باش تنجح معاكم. تندير شويه ديال السميده رقيقه في الغلاقه، وتنحط الحرشه ديالي تنفندها وتنقرصها باش تعطينا داك الفورمه ديالها. وهنايا في الحالة اللي حطينا الغلاقه فيها مثلا العجينه كثيره وجات خارجه، تنقصوا منها واحد شويه. هنايا تنقرصوا دائما وحنا تنكوروا فيها وتنحطوها حتى تنكملوا كامل عاد باش نبداو نخبزوا فيها. هنايا هاد المرحله الثانيه تزيد ثاني تنشف، يعني تتعاود تزيد تشرب. علاش ضروري البنات ما ديروش الحرشه ثقيله، يعني ناشفه، ضروري خاصها تكون خفيفه باش تنجح معكم. هنايا تقدروا ديروا هذا وتقدروا ديروا حتى هذاك السيركل الدائري ديال تحطوا في المقلاة وعاد باش توركوا بالسيركل. غير هذيك الطريقه تتعطل شي شويه في العوض اللي غادي تصايبوا كاملين. يعني هاد الحرشه ديالنا وتنخبزوها في دقه واحده. هانتوما غنوريكم في الفيديو خبزتها دغيا البنات، يعني في خطره واحده تجي ساهله. هنايا غنكملها كامله وغندوزو. هنايا تتشوفوا البنات دائما تندير شويه ديال السميده في الورقه. هنايا شو كتيره، هنا غنقص منها واحد شويه صافي، يكونوا نفس العبار. بغيتو يعني العبار كبر من الهكا تديروا واحد الغلاقه اللي كبر من الهكايه. بعض المرات تنخدم البنات غير في الغلاقه ديال القرع ديال الشكلاط، يعني ديك الغلاقه البيضاء تجي حتى هي فيها فورمتها زوينه وكل شيء. هنايا كيف تشوفوا درتهم كاملين ما بقاش عندي ليسباس، غدا نرمي هادو وندوز نكمل هادو حتى هما نقرصهم ونديرهم يطيبوا. بالنسبة هنايا أنا استعملت هاد المقلاة الكهربائية، هذه زوينة الصراحة البنات، عملية اللي عندها في الدار راه فنة. غنشاركها معكم في المسمان، غنشاركها معكم إن شاء الله في الملوي، في رز القادي، وشاركتها معكم دابا في الحرشة. دائما أنا تنخبز فيها وما عمرني ما شاركتها معكم. أنا شارياها تقريبا شي عامين دابا باش عندي. صراحة راه عملية تنستعملوها بزاف الوصفات، ماشي غير في هادشي ديال الفطائر، تنستعملوها حتى في القطبان، تنستعملوها في الكفتة. راه دغيا البنات تتصايب ودغيا تتمسح، يعني ساهلة. كيف تتشوفوا مع العجينة باقا خفيفة كيف الشوك. يعني تنحاول نهبط به هاد البالا اللي ديال البلاستيك اللي تتكون حتى هي عملية باش تنهزو بها دغيا. هنايا راه درتها تسخن ودرت الرقم 5، يعني هي الماكسيموم فيها 5. يعني صراحة راه فنة، اللي بغاتها تستعملها في هاد رمضان راه الصراحة تاخدها من دابا يعني توجدها. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش هاد المقلاة تيديروها في المقلاة الثقيلة ديال البطبوط اللي تنديرو فيها البطبوط.
كنديروا نار متوسطة نخليوها تسخن وتنديروا وحدة حدا وحدة، ولا كانت المقلة كبيرة حتى هي تتهز لينا كمية. غير هادو باش الدور ديالهم زوينين، واخا تتنساي من البنات مثلا شي طياب ولا شي حاجة وتعطلي عليه ما تتخافيش منه يتحرق، وتا هاديك الرائحة ديال شي حاجة محروقة وشي حاجة مشوطة أو الدخان ما تتكونش عندك في المطبخ. يعني الصراحة راه زوينين هادو فالمنزل، مهمة عملية. الصراحة أنا بعدا تنستعملها الأكترية اللي تيكون عندي شي حاجة كمية وكا كتيرة كتحيد عليا الشقة. هنايا درتها على النمرة الأخرى، ستفتهم الشتا البنات راه بقاو ما عرفت شي 4 الحبات اللي بقاو ليا، صافي درتها تعطينا هذاك اللون اللي هو مذهب اللي هو الصراحة رائع وزوين، وما تتحتاج لا ندهنوها لا والو، لأن هي عندنا السميدة غير هذاك نص كاس تاع الزيت راه كافي فيها. وشويه البنات راه ما درت فيها الحرشة لا زبدة لا بيض، ولكن راه تتجي رائعة ورطبة رطبة، وغتشوفوا القوام ديالها. وهاد الحرشة والله يعني بقات ليا واحد 4 أيام في السوبيرات ياكلوا منها ولادي، يعني بقات في القوام ديالها رطبة ما تتغيرش حتى يعني في القوام ديالها، وبقات مازال غير فوق، يعني هنايا فوق سطح العمل، ما درتها لا في الثلاجة لا والو. والناس اللي تيكونوا خدامين وتيديروها في الثلاجة راه تتبقى رطبة كتر كتر. أولا الناس اللي تيبغوها في رمضان في مائدة الإفطار الصراحة تتجي رائعة ومميزة. هنا كيف شفتوا غلي قلبت بديت ندفع في هادوك اللي طابوا شي شوية، وزدت هادوك الأخرين اللي باقيين ما غيطيبوا هادو حتى الأخرين تا هما يطيبوا معاهم. صافي دوك 4 الحبات اللي بقاو ليا تا هما زدتهم، صافي هذا هو الكمية خرجت ليا 22 حبة، وهاد هاد شوية اللي شاط ليا من الخليط. المهم 500 غرام تتعطينا واحد الكمية اللي كثيرة، وحاجة ديال الدار تتكون رائحة زوينة. دابا هنا اللي تنخبز هذاك الرائحة ديال النافع، الناس اللي عشاق ديال النكهات راه تتجي رائعة ومميزة. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشاركوا مع الأصدقاء ديالكم، واللي شاف الفيديو ديالي ما تبخلش البنات بلايك الله يجازيها بخير، واللي مشاركة في القناة تبخلش بلايك، واللي ما مشاركاش وعجبها المحتوى ديال القناة ديالي ما تبخلش علينا بابوني وتشارك في القناة. هذا هو الشكل النهائي، استفتم هكا قدمتهم هكا لضيافي، ونتمنى حتى يعجبوكم. تقدروا تقدموه هما البنات مع الكونفيتير اولا الجبن اولا الفرماج، اولا تقدموهم غير هكاك خاويين ما ديروا فيهم حتى حاجه، ولا فتحتوهم تيجيو رائعين، تيجيو الصراحة معلكين، تيجيو رطبين. هنايا قطعتها اللي بردوا، وهنا راه مازال باقيين سخان، وغنوريكم القوام دغيا تيتفرتوا البنات وتيبقاو رطبين. ولكن سر النجاح ديالهم تنبسبسوا ضروري السميدة، ما تنديروش الحليب هو الاول، تنديروا الزيت كامل في الحبيب ديال السميدة، وتتكون العجينة رطبة رطبة خفيفة البنات كيف شفتوا القوام ديالها. شوفوا الحرشة ديالنا كتجي راه تتجي رطبة ما تتجيش قاصحة، وهذا هو اللي باش نعرفوا الحرشة ديالنا ناجحة تكون هذا هو الشكل ديالها. ومرحبا بكم في القناة شهيوة الحاجة رشيدة، وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو تستافدوا منه.